طيب، بيقول لي ما هي مخاطر الأرض؟ يعتبر مخاطر عالية التأثير. يجب أن تكون جميع الأجزاء التي تلمس المفاتيح ومثبتات الأضواء مثبتات الأضواء في السقف والمواصلات فرق الجهد أصغر ذات فرق جهد أصغر بالنسبة للأرض. يمكن أن تتسرب الشحنات الكهربية للأجسام المحركات والأجهزة والمعدات التي توصل بطريقة غير مناسبة بالنسبة للأرض. كلم ما هي مخاطر الأرض؟ تحدث للشخص صدمة كهربية عند لمس معدة غير موصلة بالأرض بشكل جيد. السؤال اللي بعده بيقول لي اذكر مخاطر خطوط الكهرباء العلوية. سؤال في الجون. اذكر مخاطر اذكر مخاطر خطوط الكهرباء العلوية. تكون خطوط الكهرباء العلوية غير معزولة. هذه حقيقة لا يعرفها معظم الناس. عندك BBE. يجب تدريب عمال الكهرباء العلوية، تمام، تدريب خاص وتزودهم بمعدات الحماية الشخصية. ممنوع استعمال السلالم المعدنية ويتم استعمال سلالم خشبية مثلا أو فيبر جلاس. يجب انتباه عند استخدام السلالم المعدنية ويتم استخدام سلالم نفس الموضوع. يجب انتباه عند استخدام السلالم أو السقالات من خطوط الكهرباء العلوية. يجب استخدام معدات الحماية الشخصية مثل القفازات، الأكمام، خوذة، البطاطين. السؤال اللي بعده، ما هي مجموعة الضوابط التي ينبغي إدخالها على السلامة الكهربائية في مكان العمل؟ ما هي مجموعة الضوابط؟ مفاتيح اللي هي مقابس كهربية. التأكد من الفيوز مناسب. فحص الظاهري الكابلات التالفة. فحص المعدات. عدم التحميل الكهربي الزائد على الكابلات والذي سوف يؤدي إلى تلف الكابلات المستخدمة في بيئة العمل. وهل من المناسبة للعمل وأنها تخضع للمعايير الدولية مثل معايير اتحاد الاختيار المستمر وخاصة الأوروبي أن المعدات تم تثبيتها في الأماكن المناسبة لتجنب التلف. تسجيل مواعيد الصيانة. الاحتفاظ الأجهزة المحمولة وأنها مزودة بأجهزة العزل المناسبة بسجلات الصيانة اللي تم تنفيذها. وينبغي إجراء الفحوصات الدورية أيضا لضمان وجود إجراءات فعالة للإبلاغ من العيوب والأضرار. كلام مهم وبفلوس.